لله رب العالمين. طبعا خلصت كل شيء، خلصت الموضوع الإصابة وقت خلص. طبعا من خلالكم أشكر دكتور الفريد وأشكر المعالجين اللي قاموا على تأهيلي بلبنان، عابد ومحمد. أتمنى لهم كل التوفيق. الحمد لله رب العالمين تم الجاهزية السنة تقريبا 90% 95%. بقى بس الوضع اللي يكون إعداد مع الفريق إن شاء الله ويكون جاهز بداية الدوري. فهد، تواجد محمد حميد ومحمد شاكر بالتأكيد هم أيضا يعني حرسوا يعني مرمى فرق يعني جيدة في الدوري، بالتأكيد راح يكون لك دافع يعني على أنه العودة بسرعة إن شاء الله وأخذ مكانك الطبيعي. أكيد طبعا. نادي القوى الجوية هو قبل كل شيء أنه ولاد بحراس المرمى. الولد محمد ومحمد طبعا رحبت بهم والكادر واكيد رحب بهم والجمهور. اتمنى لكم كل التوفيق يا رب، وان شاء الله التوفيق للجميع. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد هاي ثاني وحده تدريبيه للفريق. اكيد احنا كلاعبين جاهزين للدوري والكاس يا رب ان شاء الله على قدر المسؤوليه. اكيد الكادر التدريبي عندنا معسكرات، يا رب ان شاء الله نحقق شيء يرضى هذا الجمهور، الاداره، الكادر التدريبي. نتمنى التوفيق لجميع اللاعبين. تحضيراتنا للموسم المقبل الجديد على عاتقنا تقع مسؤوليات مضاعفه، خاصه انه احنا نريد نعيد نادي القوى الجويه الى منصات التتويج. كل الفريق جاهز ان شاء الله. اليوم نخوض ثاني وحده تدريبيه. سعيد بتواجدي مع الصقور. إن شاء الله نوعد الجماهير الصقور بتحقيق البطولات إن شاء الله. الاستعدادات على قدم وساق. ثاني وحدة تدريبية نخوضها إن شاء الله بانتظار يكمل الفريق صفوفه، بانتظار المحترفين إن شاء الله، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية. اليوم ثاني وحدة تدريبية مع الصقور. إن شاء الله نوعد الجمهور الجوي الكثير من الإنجازات. راح نكون مستعدين بصورة جيدة بقيادة الكادر التدريبي المحترم كابتن قحطان، وإن شاء الله القادم أفضل.